حابين نسوي مع بعض معكرونة بالبشاميل خالية من الجلوتين. تابعونا. مكونات معكرونة بالبشاميل. راح نستخدم هذه المعكرونة موجودة في أمازون. طبختها لمدة 10 دقايق بعد ما سخنت الماء وضفت له الملح والزيت، فصارت تقريبا يعني شبه استوى. نشخلها ونتركها على جنب. طبخت الدياي، ضفت له المطيبات مثل عواد القرفة، الهيل، الكركم، شوية ملح، أوراق الغار، وحبات الفلفل وحبات الكزبرة. وبعدين قطعناها قطع صغيرة خليناها على جنب لنبدأ نشتغل. بالنسبة للحشوة نستخدم طماط هاينز، حبة بصلة صغيرة لأني أنا استخدمت علبة واحدة من المعكرونة فراح أستخدم حبة بصل صغيرة، حبة بطاطا، حبة طماطم، شوية كزبرة وشوية بقدونس ونص جزرة مبشورة. وبالنسبة للبشاميل أنا جهزتها من قبل. تقريبا فنجان زيت، استخدمت زيت زيتون، نحطه على النار، نضيف له 5 ملاعق من طحين الخالي من الجلوتين ونحركه لين ما يبدأ يطلع فقاعات. أول ما يبدأ يطلع فقاعات نصب عليه تقريبا لتر حليب، وممكن نضيف ملح فلفل أسود، ونبدأ ونتم نحرك لين نوصل لهذا القوام. إذا حبيتوها أخف ممكن إنكم تشيلونها من على النار قبل ما توصل لهذا القوام. ولو حسيتوها بدأت تتكتل ممكن بالمضرب اليدوي، طبعا لازم نحركها بمضرب اليدوي العادي عشان ما يكتل. لو في حال أنه تكتل بالمضرب اليدوي الكهربائي نضربها ضربتين ترجع تروح عنها التكتلات. جهزنا كل الأشياء، باقي الحشوة ونرتب الطبقات على بعضها. سخنا الجدر أو الطاسة اللي راح نسوي فيها، نحط فيها ملعقتين زيت زيتون، أول ما يسخن نضيف البصل مع البطاطا. نضيف البطاطا لين شوية يقبل البصل، ونضيف بعدها الطماط. بعد ما استوى البصل نضيف الطماط ونحرك لين يقبل الطماط. بعدها نضيف صلصة الطماط. هنا نضيف صلصة الطماط، نضيف باقي الخضرة، الجزر والبقدونس والكزبرة والدجاج. والبهارات ملعقة بهارات 7 وملعقة كبيرة، ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة، ملعقة صغيرة كركم، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة ملح، ملعقة طعام، ونحركها. هذا الشكل الخلطة
لا ما جهزت. وصلنا لهذا اللون، نشأ كل الماء ننظف الثلاجة. طبعا بتشمون ريحتها يعني. بصينية الفرن البايركس نحط نص كمية المعكرونة، كل واحد حسب حجم صينيته، ونغطيها بالبشاميل. نبدأ نحركها لين تتغطى كل حبات المعكرونة بالبشاميل. وشي حطينا الطبقة الأولى، الحين نحط عليها الحشوة. حطينا عليها طبقة الحشو فردناها كامل. الحين نحط الطبقة الثانية من المعكرونة. حطينا الطبقة الثانية من المعكرونة، وبنحطي عليها الحين الجبن لو حابين، ممكن بدون، وبعدها الطبقة الثانية من البشاميل. حطينا طبقة من جبن الموزاريلا، استخدمت المراعي، ممكن تزيدون ممكن تقللون، كل واحد حسب راحته. والحين نحط البشاميل. حطينا الطبقة الثانية من البشاميل، غطيناها بالكامل. الحين ندخلها الفرن بحرارة 200 فوق وتحت. لما نشوف الوجه صار لونه بني على شوية فيه نقط سوداء، يكون خلاص جاهز. وممكن نزين الوجه بسماق مطحون مع الأوريغانو. وهذا الشكل النهائي للمعكرونة بالبشاميل.